صال خير عليكم وليداتي بنياتي. بسم الكريم العالي نبدا كلامي، وما يحلى الكلام الا بالصلاة والسلام على نبينا العدنان. ايوا يالله فينا نصليو على نبينا، اللهم صل عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان حتى كان الحبق والسوسن في حجر نبينا العدنان، حتى كان الخير مالي المكان والخبزة تعشيك وتعشي الجيران، حتى كان العمى كيخيط الكتان والزحاف كينقز الحيطان. يا سيدي في قديم الزمن سالفي العصري والآوان، كانت واحد البنية سميتها غلالة، عايشة هي وامها المريضة وبوها، عايشين في امان وسلم وسلام. في واحد العام يا وليداتي هاج الواد وهاج لك على مالين الدوار، وما خلى لا كسيبه لا ماشيه لا ما يتزرع لا ما تحت. ايوا في ديك الحين امت غلاله دام ولا ما ماتت مسكينه. ايوا كيف كتعرفوا الاب قرر يتزوج، ولكن في هاد النيفا ما عرفش يختار مزيان. مرت الاب كانت قاسيه مع غلاله يا وليداتي، كانت محناها. ايوا كانت غلاله يا وليداتي هي اللي تحطاب ودني هاي وتنكس الزريبه وتخرج لك سيبه. الحاصل في واحد الليله من الايام يا وليداتي قرات امت غلاله تصيفط غلاله تحطب بشات، وكانت في ديك النهار كانت ضبابه كثيره يا وليداتي، تبعاتها مرت بوها وراها تابعها غير هي شافت ما بقى شي الغاشي يدور. ايوا هي تشد غلاله ولا حتى بواحد الحجره وضرباتها بغات تفك منها، طاحت غلاله سخفات. ايوا مرت بوها حفرات ليها الحفره او دفناتها فيها وهي حيق. هاي غلاله غيبات هايها وليداتي، وحين فقت بغيتو تعرفوا شنو لقات؟ ايوا صليو على النبي جميع، يلا ساده حضار، اللهم صلي عليك رسول الله. الحاصل يا سيدي غلاله فقت لقات قدامها واحد الوحش كبير يا وليداتي، واحد الوحش قدو قداش، وهي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اش هاد الشي؟ شكون انت؟ فين انا؟ تيبان ليها غاد الظلام، وقال لها عليك الأمانة بنت الناس، عليك الأمانة بنت الناس، أنا ما نأذي البشر، أنا اعتقتك من ديك قاسية القلب اللي شداتك وضرباتك وخشاتك هنا وجبتك لعندي تونسيني. قلت لي ما تأذيني شيء. قال لي عليك الأمان، قلت لك أنا ما عمري نأذي، وكنت نأذي ديك قاسية القلب اللي لاحتك هنا. قال لي أنت عندي. قلت لي وفين أنا؟ قال لي هذا بير مهجور. وهي تولي تبكي وقالت لي هي ما غيسمح حد عياطي. قال لي قلت ليك عليك الامل، ما عندك منا شي تخافي، هنا غتعيشي بخير وعلى خير، انت غير ونسيني واللي حليت عليها فمك تلقايها. الحاصل يا سيدي غلاله هي كتدور عينيها وبان ليها واحد الباب وسط داك البير، وبفضولها يا وليداتي سولات الغول وقالت ليه وهاد الباب؟ ايوا في ديك الحين الغول تعصب وتقلق، عيني حمارو وقف وغوت وقال ليها شوفي الا بغيتي تبقاي مزيانه معايا داك الباب ما توصلي ليه ما تحاديه، واللي وصل ليه راه كيتسمى غدار. ايوا وليداتي كيما كتعرفوا حنا فينا شويه ديال الفضول. ايوا الحاصل كل نيفا واش يجيب ليها الغول، ما خلاها مخصوصه من والو. واحد النهار غلاله جاها الفضول وخلات غير الغول خرج، مشات شعلات العافيه باش تضوي وحلات داك الباب وبقات غاده حتى بان ليها واحد النور خارج من داك الباب، وهي ترجع. نهار الثاني عاوتاني بحال هكذاك
بقات غادا غادا عاوتاني ورجعت. نهار الثالث يا وليداتي مشات، هي تبان ليها الضو، بقات غادا حتى وصلت ليه وتفاجأت. عرفتو اش لقات؟ ونقول لكم وليداتي الله يرضي عليكم. حين خرجت لقات واحد الروضة جميلة وحدها الواد، واش منك يا ربعان، واش منك يا خضورة. الحاصل كي الجنة داكشي اللي شافت، فرحات وبقى شوية بقات كتلعب حد جنب ديك الروضة وجنب داك الواد. غير حسات بالغول غادي يعاود يرجع وهي ترجع. حين رجعات يا وليداتي وصلت العشوية والغول جا، هو يقول لها غلالة غلالة انا جبت لك معايا غلالة. هي تقول لي اش لي يا سي الغول؟ قال لي جبت لك معايا هادي زويته غادا تغليها وتحطي فيها رجليك وشوفي كيف يخرجوا، وهذا رماد غادا تكحلي به وشوفي عويناتك كيف يوليو، وهذا الصلصال الاحمر قال لي هاد الصلصال حني به يديك ورجليك وشوفي كيف يوليو. هنايا يا وليداتي غلالة تخلعات وقالت قيل وقيل الغول عاقبية، وعرف انا بانني راني خلت الامانه وحليت الباب. بقات مخلوعه وطمنها الغول، ولكني تزعمات وتشجعت وقالت غادي نجرب هاد الشيء باش نبين ليه بانني راني ما خلتش الامانه. حين هي غلات الزيت وحطات فيه رجيلاتها خرجوا كيشعلوا، وحين كحلات عينيها بالرماد ولاو عينيها علم زيناتهم كالبلاع. وحين يا وليداتي حنات يديها ورجليها بالصلصال الاحمر خرجوا كيشعلوا يا وليداتي. ايوا الحاصل غلالة كتمشي تلعب في الروضة وترجع في العشية قبل ما يجي الغول. الحاصل يا وليداتي غلالة في النهار اللي من بعد منه خرجت لديك الروضة وكيف العادة فرحات ولعبات ورجعت بحالها. لا غد ليه الامير ديال ديك البلاد خارج كيتنزه، هو جا العطش وجا يشرب من الساقية اللي جنب الروضة، هو يلقى فيها واحد الخصلة ديال الشعر. ايوا يا وليداتي سول كاع الناس اللي تما قال لهم هادي ديال من؟ قال لهم والو، تتقلبوا لي على مولات هاد الشعر تجيبوها تحضر عندي في الحين. قلبوا التعيا في ديك اللحظة اللي كانوا هما يقلبوا ويتسناو غلالة يا وليداتي الغول مرض شديد وشد الفراش، ولكن غلالة ما دازتو شي، بقات مقابلاه وكتحسن به حتى لواحد الليلة. ايوا الغول مات وريحته عطات، وغلالة قررت باش تخوي وتهجر داك البير. حلات الباب وخرجت للروضة وبقات وجلسات في جنب ديك الروضة وبقات تفكر يا وليداتي وتقول فين غادي نمشي وفين غنحط الراس، وكتخمم تا لواحد شويه سمعت واحد العوده كتصيح وكتجري وتابعينها بغاو يشدوها ماليها ولا هي بغات تزقى ليهم. هي تعرض ليها غلاله كي تعرضت ليها وليداتي ومدات لي يدي وهي العوده حبسات. كي العوده حبسات وما يجوا عندها موالين العوده وقالوا ليها كي درتي توقفتيها شكون بعدا ما باينه بنت هاد البلاصه شكون انتي؟ هي ما عرفت باش تجاوب، وهي تقول قالت ليهم انا اللي خلى اليتام وسكن الظلام، انا اللي خلى العروش وسكن مع الوحوش، يا نكون ضيفه عندكم يا نكون ضيفه على دار الخليفه. ايوا هما ما عرفوش في كلامها، ايوا مشاو وقالوها الامير كيسمع داك الكلام قال لهم حضروها عندي في الحين، هادي بتكون هي غير هذيك البرانيه مولات الشعر. حين جات وشافها الامير تبهر بها وعجبته وقرر يتزوج بها، وداروا 7 ايام ديال الفرح في 7 ايام ديال الفرح. أرانا الامير عنده داك الجاريات ديالو، عنده 3 الجواري ايوا تيغيروا منها وقرروا يعرفوا شنو سر الجمال ديالها. في الليله الاولى مشات كطلع عليها الجاريه الاولى ولقاتها كتسخن الزيت وكتخشي فيه رجليها. الزيت اللي جابت معاها من عند الغول.
مشات داك الجرق وباش غتفوتني تا انايا نسخن الزويته ونحط فيها رجيلاتي. غير هي سخنات داك الزويته وخشات فيها رجليها وهي تغوت ربي اللي خلقها. تسلقات. ايوا الحاصل قالت هادي والتوبه. في النهار الثاني الجاريه الثانيه تبعات غلاله وحضاتها في بيتها شنو كدير، ولقاتها كتكحل عينيها بالرماد وهي تقول هادي ساهله باش غتفوتني هاد غلاله، انا اليوم شي نهز رميضه ونحني بها عويناتي. كي حنات عينيها او ما ملي جات تحلهم ما لقات ما تحل. لقات على الظلام وهي تقول هادي والتوبه. في النهار الثالث يا وليداتي جات الجاريه الثالثه وهي تشوفها شافتها كدير الصلصال الاحمر اللي يديها تحني به وقالت هادي ساهله، ومشات الجاريه وجابت الصلصال الاحمر وحنات يديها ورجليها ونعسات. حين الصباح ناض تلقات يديها ورجليها تحجروا. وما يقولوا هادي والتوبه. ويا وليداتي غلاله عاش في امن وامان وبدلات سميه، حتى سميتها غلاله ولات سميتها لالا شمس الضحى. لالا شمس الضحى. ايوا انا نقول لوليداتي خبيرتي مشات من واد الواد وهنايا بقيت مع وليدات الجواد. السلام عليكم.